المنتجات الأجنبية تغزو الأسواق المحلية في محافظة بابل، والمخاوف تزداد من تفاقم الغزو الأجنبي بعد الربط السككي مع إيران. كل شيء في هذا المكان أصبح مستوردا، حيث لا تجد غرضا إلا والصناعة الإيرانية تلاحقه في هذا السوق، حتى باتت مشاهدة المنتوج المحلي على هذه الرفوف شيئا نادرا بسبب غرق الأسواق المحلية بالمنتجات الأجنبية. هسه كل البضاعة صين وإيران غزتنا غزو، يعني ما خلت عندنا كل شيء. يعني شنو طباخ مستورد، حاجة كلها مستوردة. المنتجات الأجنبية غزت السوق بكثافة، يعني البضاعة التركية، البضاعة الإيرانية، البضاعة السورية. ما عندنا منتج وطني أبدا، ما عندنا أي منتج وطني. يعني وإحنا أسياد العالم بكل شيء، العراق سيد العالم بكل شيء. يعني إحنا عندنا أبسط مثال معمل نسيج الحلة، هسه صاير مكب النفايات. ويرى مواطنون أن ربط السككي مع الجانب الإيراني سينهي المنتوج المحلي بالكامل في ظل توقف المصانع العراقية عن العمل، لتتعالى الدعوات المطالبة بدعم المنتجات المحلية وإيقاف الاستيراد الخارجي. ربط السكك وإيران راح يأثر على السوق هواية، يغرق السوق بضاعة الأجنبية المستوردة. الإنتاج المحلي وماكو بديل، هو هذا المشكلة، بديل ماكو، لو اكو بديل ماكو دعم، إنتاج محلي ما بيدعم، ومصانع تعبانة والحكومة ساحبة ايدها. معامل الموصل، معامل الديوانية، معامل الكوت كلها قاعدة، بغداد، الكاظمية كلها قاعدة. هاي بالنسبة لشغلتي يعني منسوجات والقماش كلها استيراد وكلها هسه صيني، وإذا تفتح على إيران راح يزيد بعد أكثر. ويتساءل مواطنون كم سيغرق السوق بالمنتجات الأجنبية بعد إكمال الربط السككي مع إيران في ظل التهميش المستمر للمنتجات المحلية. حسين العوادي، وان نيوز، بابل.